اسمع مني النصيحة دي بكل محبة وركز فيها كويس. كل ما تلقى عك ابعد. انا اتعلمت ما صلحش المتكسر ابدا، لانك لو بدأت تلم في اللي اتكسر هيعورك. اللي عايز يصلح اللي اتكسر بينك وبينه هيصلح ويبدأ من عنده، لكن تفضل تعور روحك بحجة انك بتصلح، ده هياخد من جهدك وطاقتك ووقتك، وفي النهاية صدقني مش هيفيد. العتاب فعلا محبة، لكن كتره مذلة. عشان كده أنا ضد إنك تعاتب الشخص على نفس الحاجة أكتر من 1000 مرة، لأن مفيش حد مش واخد باله طول الوقت، لا هم واخدين بالهم وعارفين بيعملوا إيه. وبما إن زعلك مش مهم عندهم وبيكرروا نفس الحاجة اللي بتضايقك، وزي ما العتاب محبة للي قدامك، الانسحاب برضو محبة لنفسك. تحياتي، يحيى شاهين.